السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. في شاب ربنا يعينه يا رب، اللهم أمين، وينور له بصيرته. خطب واحدة، وبعدين بما أننا في رمضان يعني طلبت منه فلوس للعيد، عيدية يعني. فالولد قال لها والله ظروفي ما تسمحش، ومش هقدر اديكي فلوس دلوقتي. المهم هما كانوا عازمينه على الفطار، وهو ماشي وقعت منه المحفظة، فاتصل بيها وبعد ما مشي وقال لها ده المحفظة وقعت مني، شوفيه يعني. المهم هي شافتها ولقتها وفتشتها ولقت فيها 3500. فراحت واخدة الفلوس وقالت له انا ما لقيتهاش، دور عليها في مكان تاني. خدت الفلوس، جابت لبس وجابت مكياج وشطبت على 3500. فبتقول لي انا اعمل ايه؟ لو قلت له هيزعل مني، هيزعل مني. يا سلام، لا والله هو مش من حقه ان هو يزعل منك. شفت قد ايه البجاحة وقلة الادب وخيانة الامانة. يعني واحد عندكم، خليه مش خطيبك، واحد عندكم ضيف وعزمتوه على الفطار، تسرقي منه 3500؟ ما هي دي تبقى سرقة. هو قالك شوفيها وانت شفتيها وفعلا لقيت الفلوس وقبلتيها وصرفتيها، يبقى ايه؟ سرقة ولا مش سرقة؟ يبقى ده مال حلال ولا حرام؟ طب هو دلوقتي كده يآمن على نفسه ازاي مع واحدة حرامية؟ طب اذا كنت انتي عملتي كده وانتي لسه مخطوبة، امال لما تتجوزي هتعمل ايه؟ ولازم هو هيعرف الحقيقة، اكيد هيعرف الحقيقة، ولا يمكن ابدا هيكمل معاكي. لا يمكن ابدا هيناسب واحدة، هيناسب ناس بنتهم حرامية، او هيتجوز واحدة حرامية. طب الحرامية دي هتخلي ولادها هتعلم ولادها ازاي؟ اكيد هتعلمهم السرقة من بدايتهم، هيبقوا لسه اطفال صغيرين وبرضه حرامية. اذا كانت الام، اذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة اهل البيت ايه؟ فدي ما تنفعش. ولا انتوا رأيكم ايه؟ دي ممكن حد يآمن على نفسه وعلى بيته وعلى أولاده مع زوجة حرامية؟ ولا لكم رأي تاني؟ السلام عليكم. متنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك ليصلكم كل جديد.